تعالوا أقول لكم على مشروب مفيد جدًا، جدًا لمرضى الأملاح ومرضى القولون، وأي حد بيعاني من مشاكل في الهضم، مشاكل في البول، اللي عنده مشاكل كمان عنده حصاوي على الكلى. المشروب ده حلو جدًا، جدًا، موجود في البيت، سهل ورخيص ومتاح للجميع، وفوايده تعتبر كنز. كنز في حاجات ومكونات بسيطة، 3 مكونات موجودين عندنا في كل بيت، هتديكم نتيجة رائعة. أنا جربته وعجبني وحبيت أنقل لكم تجربتي في المشروب ده. هقول لكم على طريقته، جربوه وهتدعوا لي. اهلا بيكم في قناتي تجربة ايمي. هنعمل مع بعض النهارده مشروب مهم جدا ومفيد جدا لمرضى الاملاح ومرضى القولون. لو حد عنده املاح زي كده ومحتاج يشرب حاجه تكون طبيعيه وتكون فريش ومن البيت وحاجه سهله كده وبسيطه ومن غير ادويه ومن غير علاجات ومن غير كيميكالز، هقول لكم النهارده على مشروب حلو جدا رخيص وسهل ومتواجد في كل بيت، بينزل الاملاح كويس جدا لو اتشرب على الريق، وحلو قوي للقولون، بينظف القولون. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. هنجيب حزمتين او حزمه بقدونس كبيره كده فريش، ونقطعهم زي ما هتشوفوا كده. كده اهو قطعتهم بالمنظر ده بالسكينه كده اهو. وهحط الكميه الحلوه دي وننضفها، لو فيها حاجه مش نظيفه، فيها كده حاجه مصفره، حاجه بايظه، نحاول نخليها حلوه كده وفريش، وناخد الحاجه الخضراء بس اللي فيها. هنجيب اي حاجه بلاستيك عندنا في البيت كده كبيره، ونحط فيها البقدونس اللي احنا قطعناه. عشان اهم حاجه في المشروب ده ان هنغسل البقدونس ازاي، دي نقطه مهمه جدا. طبعا الخضار من الحاجات الصعبه في غسيلها، اللي للاسف بيكون فيها ميكروبات، وممكن يكون فيها كيماويات، ده في بعض الحالات يعني، اللي هو بيكون فيه مثلا حاجات مرشوشه على الخضار. فعشان نبقى ضامنين هنعمل حاجه مظبوطه وجميله وما فيهاش اي مشاكل، هنغسلها بالطريقه اللي هقول لكم عليها دي بالظبط تحت الحنفيه. وهنفتح على الطبق البلاستيك اللي احنا حاطين فيه البقدونس الميه بعد ما قطعناها زي ما انتم شايفين. دي احسن طريقه لغسل الخضار. وهنزود كمان عليهم دلوقتي حاجه هتخليه يبقى نضيف وجميل مفيهوش اي مشاكل. هنجيب خل ابيض ونحط كده حبه عليه، على الميه اللي احنا كنا فاتحينها على الحنفيه اصلا، ونبدا بقى نغسل كل البقدونس بالميه والخل. ده هيعقم وينظف ويطهر الخضار ويخليه زي الفل، مفيهوش اي ميكروبات، عشان ما نيجي نغليه ما نقلقش ان هو يجيب نتيجه مش كويسه. بعد ما غسلته هجيب طبق نضيف فاضي، وانا بشيل البقدونس من الميه بالمنظر ده. برفع البقدونس كده بايدي واحطه في الطبق كده اهو، عشان لو في اي تراب او حاجه بينزل في الميه، وباخد البقدونس النضيف اللي انا غسلته كده بقى زي الفل، حتى لونه بقى جميل ونضيف. هنجيب حله على النار ونحط فيها حوالي 1.5 لتر ميه، وننزل عليهم بورق البقدونس اللي متقطع ومغسول. هنقلبه كده، وهنضيف دلوقتي عليه مكونين تاني هيدوله بقى قيمة غذائية عالية، ويخلي النفع بتاعه اكتر واكتر وافيد، ويخليه بصراحة حاجة فوق الروعة. اول مكون هنجيب ليمونة ونعصرها على البقدونس. الليمون بيساعد على امتصاص المواد المفيدة اللي موجودة في البقدونس، هيخلينا نستفيد بقيمة كل المواد اللي موجودة في البقدونس، اللي هتفيدنا في كل الحاجات اللي هقول لكم عليها دلوقتي. يبقى كده هنحط ليمونة على البقدونس والمية اللي على النار، دي اول مكون. المكون التاني بقى ده اللي وصانا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. المكون التاني وهو حبة البركة. هنحط كده معلقة من حبة البركة. طبعا حبة البركة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان فيها شفاء من كل داء، فطبعا نحاول اي حاجة علاجية بنعملها في البيت، اعشاب، حاجات طبية، مشروبات، ندخل فيها ولو نسبة صغيرة جدا من حبة البركة، عشان فعلا بيكون فيها شفاء من كل داء زي ما قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من النصائح الغالية دي، ونعمل الحاجة اللي هتفيدنا في البيت من غير ادوية وعلاجات ودكاترة. نعمل حاجة طبيعية وصحية، ولو ما فادتناش مش هتأذينا، بالعكس دي حاجة من الطبيعة ما فيهاش اي خطر واي قلق علينا. هنسيبهم يغلوا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. البقدونس بدأ يغلي زي ما انتم شايفين، احنا هنسيبه بالظبط على النار من 7 ل 10 دقايق. بعد كده هنطفي عليه ونسيبه يبرد، ونبدأ بقى نشوف هنقدمه ازاي مع بعض.
ودلوقتي بعد ما سبت البقدونس بالميه يبرد كده ويهدى، هبدا اصفيه من الميه بتاعته. وادي الميه، شايفين لونها بعد ما صفينا البقدونس. ازازتين ميه نضاف عندي، وحطيت فيهم الميه بتاعت البقدونس زي ما انتم شايفين. ممكن نزود جواها شرايح ليمون، تحطوا جواها لو لما تيجي تصبوها تحطوا عسل براحتكم، لكن انا بالنسبه لي بحب اشربها كده على طول، بحطها في التلاجة. وطبعا الافضل نشربها على الريق، لو كل يوم كوبايه على الريق هتلاقوا نتيجه حلوه جدا جدا، وهتجيب معاكم نتائج حلوه خلال اسبوع، وعن تجربه شخصيه. جربوها تدعولي. البقدونس المغلي حاجه كده وهم موجوده في البيت، رخيصه وسهله ومتناوله للجميع. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد.